الموت ده مرعب بجد، بيجي فجأة كده من غير أي إنذار. تبقى أنت ماشي في حياتك وبتجري ورا الشغل والفلوس والجواز والنجاح والشهرة، وفجأة تلاقي جيم أوفر. عشان كده مش منطقي أبدا إننا نعيش الدنيا للدنيا، والله العظيم ما ليها أي لازمة. مش منطقي أبدا أجري ورا حاجة ممكن تتاخد مني في أي لحظة. الطريقة الوحيدة اللي تستاهل إنك تعيش بيها طول ما الموت موجود إنك تعيش للجنة، عشان الحياة الحقيقية حياة الآخرة. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الطبري بيشرح معنى الحيوان إنها الحياة اللي هتفضل دايما وما بتخلص، لا بتروح ولا بتتقطع ولا فيها موت. ساعتها لما الموت يجي في أي لحظة أنت مش هتتخض ولا هتزعل، أنت أصلا عامل حسابك إنك مش قاعد هنا كتير. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إحنا محتاجين نمتحن ونجتهد ونجمع حسنات عشان نعيش حياتنا الحقيقية في الجنة، في نعيم ملهوش آخر، خالدين فيها أبدا، ولا في تعب ولا إرهاق ولا موت. اللي فاهم المعنى ده حياته هتتغير تماما، وهيفكر إزاي يبقى كل خطوة بياخدها بتقربه لهدفه ده، فيبقى عبادته وشغله وفلوسه وجوازه وتعليمه وكل حياته لله وللوصول للجنة. ده لما بيجيله الموت في أي وقت يلاقيه جاهز إن شاء الله، وساعتها موته مش هيبقى لحظة مرعبة وحزينة، لأ، ده هيكون مشهد جميل لبداية الحياة الحقيقية. ربنا يرزقنا حياة طيبة ويحسن خاتمتنا، ويرحمنا ويرحم جميع أموات المسلمين.